جاهز تجاوب على سؤال سريع؟ سمعت قبل كده حد بيقول I have just eaten أو she has gone to school وحسيت إنك مش فاهم هو بيتكلم عن إمتى بالظبط ولا الزمن ده إيه حكايته أصلا؟ طب اسأل نفسك، هل في فرق بين I studied و I have studied؟ لو السؤال ده حيرك قبل كده فأنت في المكان الصح. في الفيديو ده هنفك شفرة زمن غامض ناس كتير بتلخبط فيه، زمن المضارع التام present perfect tense. هتعرف امتى تستخدمه وازاي تبني الجملة صح وتفرق بين since و for من غير ما تتوه. جاهز؟ يلا نبدأ واحدة واحدة زي ما احنا متعودين. معاكم إلهام حامد، ونبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا التكوين. زمن المضارع التام الفعل فيه بيتكون من جزئين. طالما قلت لك جزئين يبقى الجزء الأول هيكون helping verb، هيكون من عيلة مين؟ من عيلة have، يعني هيبقى have or has plus التصريف الثالث للفعل الأصلي past participle of the original verb. وزي ما انت عارف ان بنستخدم have بعد I, you, we, they، ومع he, she, it بنستخدم has. طيب ناخد مثال. عمر has finished his exams. Another one. علي and Nadine have played for a long time. طيب النفي. لما نحب ننفي بنضيف not بعد have أو has. مثال she hasn't arrived yet، وكمان we haven't seen that movie. ثالثا السؤال. في السؤال بنبدأ بهاف أو هاز وبعدها الفاعل بلس التصريف الثالث للفعل الأصلي، زي ما احنا متعودين في كل نمط الأسئلة في الأزمنة اللي فاتت إن احنا بنبدأ بالهيلبينج فيرب وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل الأصلي وتكملة الجملة و question mark. Have you seen my friend عمر؟ Has your mother gone for shopping؟ ولو في كلمة استفهام بنحطها في الأول زي Where have you been؟ What has she said؟ وهنا وصلنا لاستخدامات الزمن الجميل ده، بس خد بالك انت ممكن تكون عرفت معناه واستخدامه من خلال الأمثلة اللي فاتت. زمن المضارع التام ليه 5 استخدامات أساسيين. أول استخدام ليه إنه بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وتأثيرها لسه موجود دلوقتي. زي إيه؟ I have lost my keys، المفاتيح ضاعت ولسه مش لاقيها. تاني حاجة إنه ممكن يعبر عن تجربة أو خبرة من غير تحديد وقت، زي مثال she has visited Paris، يعني هي زارت باريس بس مش بنقول إمتى. الحاجة اللي بعد كده اللي بيعبر عنها الزمن ده إن حاجة بدأت في الماضي ولسه مكملة لحد دلوقتي، وعادة بيكون المعنى ده مع since و for. like we have lived here for 5 years، عايشين هنا من 5 سنين ولسه عايشين مكملين يعني. رابع حاجة إن حاجة حصلت أكتر من مرة في الماضي، زي إيه؟ he has watched this movie 3 times. وآخر استخدام للزمن ده إن الفعل بدأ وانتهى حالا أو توا أو منذ فترة وجيزة، زي إيه مثلا the teacher has just explained the lesson. تمام؟ زي الفل كده. يلا بينا نروح على الكلمات الدالة key words or signal words. هنقسم الكلمات الدالة في الزمن ده إلى 3 أجزاء. خلي بالك هما مش كتير ولا حاجة واحنا هنقسمهم فالدنيا هتبقى بسيطة، ما تقلقش. زي ما احنا متعودين ان الانجليزي ان شاء الله سهل وبسيط ومفيش مشكلة فيه خالص. طيب الكلمات الدالة هنقسمها ل3 أجزاء. أول جزء الكلمات الدالة في الجملة الخبرية المثبتة، وفيها هنستخدم، عد معايا كده شوية، just حالا أو توا، already بالفعل، lately مؤخرا، recently حديثا، since يعني منذ، وfor لمدة. طب ناخد مثال على السريع كده. I have just finished، she has already gone. نيجي بقى على الجملة المنفية. بنستخدم yet في نهاية الجملة المنفية. مثال I haven't finished my speech yet. وأيضا بنستخدم never للنفي وبتيجي بعد الفعل المساعد، زي إيه؟ she has never ridden a horse. وآخر حاجة في السؤال بنستخدم حاجتين yet و ever. طيب yet بتيجي في نهاية السؤال زي إيه؟ have you played chess yet؟ طيب و ever بتيجي في السؤال بمعنى عمرك، زي إيه؟ has علي ever climbed a mountain؟ تمام كده؟ زي الفل. تعالى بقى يا بطل نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا بنستخدمهم دايما وبيجي على طول في الامتحان يسألك عليهم، اللي هي since و for. أنا بسميهم ولاد عم. طيب لأن ناس كتير بتتلخبط فيهم فركز كده معايا.
بيجي بعد since وقت محدد أو نقطة بداية الحدث، زي إيه؟ ساعة معينة زي since 7 o'clock، يوم أو شهر أو سنة since 2024، since May، since Monday، أو ممكن يجي بعدها اسم فصل من فصول السنة زي since summer. طيب أو إيه كمان يا مس؟ بيجي وراها حدث معين أو جملة ماضي بسيط like since I was a child، أو كلمة دالة على الماضي البسيط like last week، أو فترة من فترات النهار زي إيه؟ since morning، أو فترة من فترات العمر زي since childhood. طيب مثال I have lived here since 2015. She has been sick since yesterday. تعالى بقى نشوف for. بيجي بعد for فترة زمنية محددة أو المدة اللي استغرقها الفعل في الحدوث زي إيه؟ for 2 hours، for 3 days، for a long time or a short time، for a year، for 2 seasons، for the last week or for the whole week. أمثلة I have studied English for 6 years. وممكن مثال كمان They have known each other for a long time. ما نعمل مقارنة بسيطة كده ونعمل قاعدة ذهبية. لو الوقت محدد استخدم since، لو الوقت مدة استخدم for. تمام؟ بهنا نكون عرفنا كل حاجة عن زمن المضارع التام، بنكونه ازاي وبننفيه ونسأل به ازاي وبنستخدمه امتى وايه الكلمات اللي بتيجي معاه، وعرفنا كمان الفرق بين since و for بالتفصيل. دلوقتي جه وقت التحدي يا أبطال، جاوب على الأسئلة الجاية وسيب لي إجاباتك في الكومنتس. اختار الجملة الصح. عندك جملتين A he have gone to school، B he has gone to school. طيب السؤال التاني، حول الجملة دي للمضارع التام they finish their project. طيب اللي بعد كده صح ولا غلط؟ I have never saw that movie before. طيب السؤال بعد كده، امتى نستخدم since؟ واديني مثال، وكمان ترجم الجملة دي أنا ساكن هنا بقالي 5 سنين. طيب اسأل سؤال باستخدام كلمة ever. حلو كده خلصنا كل الأسئلة. يا ريت تكتب إجابات الأسئلة دي في الكومنتس، وريني شطارتك. لو الفيديو عجبك مش هقولك تعمل ايه، انت عارف، واستنى الفيديو الجاي. ولو عايز تفهم قاعدة معينة اكتب لي في الكومنتس وان شاء الله هعمل لك فيديو بيها. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.